اخذت تليفوني على المصلح، بس المشكلة نزل له نظام محشش. ومن لما صلحت التليفون بعمري ما عرفت درجة الحرارة كم. ليش؟ لانه بهذا النظام عندي اسوأ برنامج للطقس. لان اول ما بفتح برنامج الطقس بقول لي هل تريد معرفة الطقس؟ فبقول له نعم، يعني اكيد ما راح اقول له لا. فبقول لي اطلع شوف لحالك. تمام، انا بعرف اطلع اشوف لحالي، بس انا بدي اعرف بدون ما اطلع. فهمت شلون؟ مشان هيك جيت لعندك. فهو شاب محترم بقول لي نعم ولا لا، انه هل انت بدك تطلع ولا لا؟ فبقول له لا. فبقول لي على راحتك. لك شلون على راحتي؟ انت شغلتك تقول لي انه ايش قد درجة كول خرا. استنى، المشكلة بقول لك كول خرا، ما في عندك غير خيار واحد انك تقول له موافق. فالمهم قال لي كول خرا وانا قلت له موافق. هي اول مرة باكل مسبب بكون راضي فيها لهالدرجة. كول موافق. كفو. فبرجعني لجملة اطلع شوف لحالك، وانا لازم اختار ايه او لا. فبقول له خلاص ايه بطلع بشوف لحالي، امرنا لله. فبقول لي خذ جاكيتك الجلد اللي معلق على باب الصالون. المشكلة مو هون، المشكلة انه عن جد بكون جاكيتي الجلد هو معلق على باب الصالون. شلون بيعرف؟ فبقول له لا. فبقول لي خذ جاكيتك الجنس، هو بخزينة اخوك، طلع يوم الجمعة مع رفقاته وراحوا يشربوا دخان. وات ذا فك؟ انت شلون بتعرف؟ انت بتعرف كل هدول ما بتعرفوا نشرة جوية؟ طلع من جوجل قال لي وبكون في خيار ايه وخيار لا. فبقول له لا. فبقول لي يا حمار درجة الحرارة برا -1 واحتمالية هطول المطر 80%، شلون بدك تطلع بدون جاكيت؟ فانا هون بطفي البرنامج وبكون اخذت اللي بدي اياه. عرفت درجة الحرارة.